تدعيم المرأة وتمكينها في الدولة. لا أنا عايزة أقول حاجة قالها سيادة اللواء مصطفى هلهود، بإن في حاجات في البلد اتلمست كتيرة، في حاجات في البلد اتعملت كتيرة جدا بس مش ملموسة. بس أنا عايزة أتكلم في حاجة أنا لمستها بنفسي. إيه هي؟ موضوع توضيب الطرق. أنا بروح المنيا مرتين 3 في الشهر. كنت بمشي على الطريق الغربي. الطريق الغربي ده كنت تمشي تقول اشهد ان لا اله الا الله وانت ماشي، لان كان طريق صعب جدا جدا وما تعرفش تمشي فيه. وحقيقي كان بيبقى مرهق لينا، يمكن كنا بناخده في 3 4 ساعات او 5 كمان، لان احنا لازم نمشي بالراحه بالعربيه، لان لو مشينا اي سرعه فيها ممكن العربيه بينا تتجلد. حقيقي من ساعه سياده الرئيس ما دعم الطرق والكباري وعمل فعلا انشاء خط طرق كبيره جدا، ودعم الطريق الغربي قوي والجيش. طبعا الطريق الشرقي في طريق غربي وطريق شرقي. الطريق الغربي ده بتاع المنيا اللي انا بسافر من عليه. حقيقي يعني احنا بناخدها في ساعه ونص دلوقتي. ده حاجه لمسناها فعلا من السيد الرئيس، اللي انا بقول ان هو اكبر استثمار واكبر مشروع عمله لينا ولعيالنا ولاحفادنا. زمان الفراعنه عملوا لنا حضاره استمرينا عليها 7000 سنه. سيادة الرئيس عمل لنا حضارة وعمل لنا مستقبل، مش ليا بس، مش لبنتي بس، لأحفادنا اللي جايين. وأنا من هنا بقول له شكرا يا ريس، شكرا ليك، ودايما معانا واحنا واقفين معاك ومدعمينك ومش هنسيبك على فكرة. احنا معاك، الشباب معاك، الجيل القادم معاك، واللي بعد القادم برضه معاك، وذكراك واسمك هتخلد معانا طول العمر. لانه حقيقي هو عمل لنا حضاره اللي هي بناء البنيه التحتيه، بناء البنيه التحتيه بتاعت مصر. حقيقي حاجه، مصر بقت حاجه تانيه.